يا صباح الحلويات على احلى اخوات في الدنيا، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ لو لسه اول مره تشوفيني احب اقولك انا رندا ودي قناتي على اليوتيوب. والنهارده راجعه لكم فيديو جديد حلو جدا جدا. هنعمل حاجات كتير مع بعض، بس لو لسه اول مره تشرفيني في القناه واول مره تشوفيني يا ريت ما تنسيش تعملي اشتراك. هتلاقي كلمه اشتراك تحت الفيديو، هتدوسي عليها وتفعلي الجرس علشان اول ما انزل فيديو يوصلك زغروطه من قناتي تعرفي الرندا نزلت فيديو تخشي تشوفيه على طول. وان شاء الله كده تاخدي جولة في القناة وهتعجبك، فيه فيديوهات حلوة. وانا بتعب جدا جدا في الفيديو، ما تبخليش عليا باللايك كمان علشان الفيديو يوصل لعدد كبير وناس كتير جدا تشوفني والقناة تكبر بيكوا كده ان شاء الله. والنهاردة بقى روتين جوه المطبخ حماسي كده شوية، وان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى فيديو عميق جدا في الشقة. وانا اليومين دول جايلي حالة، مش هقول لكم اكتئاب، بس هقول لكم حالة من الكسل. يعني ممكن يجي عليكي وقت كده تحس ان انتي كسلانة قوي، حاجات كتير قوي وراكي بس انت مالكيش نفس تعمليها، حاجات عايز تعمليها ومش قادرة تعمليها، شايفة الحاجة قدامك مبهدلة، شايفة ان عليكي حاجات كتير في الشقة عايز تعمليها بس مش قادرة. بيجي حالة كده عندي انا بتخليني بنفس الوضع ده، ان هو جايلي ايه، حالة استهبال كده عارفين اللي هو تحس ان انتوا مش عايزين تعملوا اي حاجة في حياتكم اصلا غير انتوا تبقوا قاعدين بس كده. بس بيجي عليا برضو ساعات بيبقى عندي باور وعايزه اشتغل وعايزه اعمل حاجات كتير في الشقه وعايزه اغير وعايزه انظف وعايزه اعمل حاجات كتير. بس الواحده برضو ما تجيش على نفسها قوي، علشان نفسيتها هي اللي بتخلي هي نفسها قادرة تعمل او ما تعملش. ما لو انت مش قادرة تعملي عادي جدا. انا اوقات كتير مطبخي بيبقى مش نضيف خالص، اوقات كتير بتبقى الشقة مبهدلة جدا، اوقات كتير ببقى مهملة جدا في نفسي، وفي اوقات برضو ببقى مخلية الشقة على طول نمبر وان، يعني ما فيهاش الهوا، المطبخ فله، حاجتي كلها معموله، مخزنه حاجات كتير في الفريزر، انا نفسي مهتميه بنفسي وساعات وساعات. تمام. النهارده بقى الفيديو بتاعنا فيديو حلو جدا كده وروتيني زي ما انتم شايفين كده. دخلت المطبخ وكانت غاسله شويه مواعين كده، وبصوا البوتاجاز فل شمعة منور يا ساتر يا رب. والحوض بصوا مش قادره اقول لكم، يعني بصوا كل حاجه في المطبخ زفت يعني من الاخر. وانا بقى جايه من تحت لقيت الكرومبتين دول، ما فصلت مع الست وخدتهم. هما كانوا دبلانين سنه، وده اللي عجبني فيهم، اللي هما دبلانين سنه. ليه بقى؟ انت لما تجيبي كرومب طازه ما اوعي تسلقيه في ساعتها، هيتعبك جدا. خليه مثلا انت هاتيه النهارده سيبيه يوم وتاني يوم اسلقيه. ما انا بقى لقيته اصلا عند ست بايت، يعني فاهمين، يعني وفرت عليا ان انا اجيبه واركنه. ما عجبوني جدا الكرنب اليومين دول. حلو. بس اللي انا اعرفه ان بداية شهر 3 بينزل نوع تاني كان زمان اسمه بط، بس دلوقتي هما منعوا زرع، يعني ما بقاش يزرع، ما بقى نوع تاني مش عارفه الست قالت لي اسمه ايه كده. ده بيبقى شويه فيه مراره سنه، ما بتبانش طبعا في الاكل، بس سيبك من المراره، بيبقى الورق بتاعه تخين جدا، ما بيتعب جدا في الحشو وبيبقاش حلو. ما اليومين دول الكرنب اللي هو الورق اللي هو عامل الشفاف ده الحلو الابيض الناصع ده، وتلاقي الورقه ما فيهاش عروق، هو ده اللي متوفر في السوق. ما كنت انا جايبه قبلها بفتره اتنين خزنتهم وباقي عندي في الفريزر منه، وقلت اجيب اتنين برضو هينفعوا الايام الجايه بقى. حابه تعملي مثلا حد جالك على غفله بتطلعي بتحشي على طول. وانا كمان بعمل خلطه المحشي دي، بعملها اكياس واحطها في الفريزر برضو، بتوفر معايا مجهود كبير جدا. بتصحي الصبح تطلعي كده كيس كرنب وكيس الخلطه جنبه، واول ما يفك تقومي مقلبه عليه الرز على طول وتبداي تحشي. عايزه اقولك ان انت بتحسي انت بتعملي شويه مكرونه، طبعا غير بقى ما تنزلي تجيبي كرنب وتقطعيه وتسلقيه وتعملي خلطه. ما تقولي ده انا النهارده عملت محشي، لا انتي اعملي الخطوه دي زي ما بيقولوا كده ايه، اتعبي يوم وارتاحي سنه. ما انت لو جبتي مثلا كميه طماطم كبيره وكميه بصل وعملتيها وقطعتي كمان عليها خضره وشلتيها في الفريزر اكياس مثلا 5 6 اكياس، يبقى 5 6 مرات. مستحيل هتعملي في الشهر 5 6 مرات يعني. احنا بنعمل مره كل اسبوع، كل 10 ايام محشي مره. تمام. والكرنب بقى هاتيلك 2 3 كده، ويكون يوم عندك اكل معمول وشقتك رايقه ودنيتك حلوه، وتقومي قايمه بقى ماسكه الثلاث كرنبات دول مقطعاهم مظبطاهم بالطريقه اللي انا هعملهم لك بيها دي، هتسهل عليكي جدا. وتقومي حطاهم برضو اكياس على قد الحله اللي انت بتعملي فيها. اعملي اكياس صغيره، اعملي اكياس كبيره. ليه بقى؟ علشان لو انت عملتي اكياس صغيره مثلا ايه، ما تحاوليش تفكي من الكبير. انت مثلا عارفه مقدرتك، حد جالك مثلا وعايزه تطلعي مثلا كميه، يبقى تطلعي كيس كبير، فاهمني؟
المهم، قلت طبعا قبل اي حاجه عشان ابقى انا مفضيه الحوض، غسلت المواعين وروقته وخليته نضيف جدا عشان الحاجه لما تقع فيه ما اضطرش ان انا اغسل فيها كل شويه، وكمان يبقى نضيف كده ما بقاش قرفانه وانا بعمل الحاجه. نضفته وغسلت كمان الفلتر وخلصت اهو الحوض، وهبدا بعد كده اشوف بقى ايه، هغسل البوتاجاز علشان ايه، ابدا اعمل على نظافه. انا عكس كل الناس، كل الناس بتعمل الاكل وبعد كده تغسل البوتاجاز، انا بغسل البوتاجاز وبعد كده بعمل الاكل. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم ما اعرفش. البوتاجاز طبعا الورق ده عايزه اقول لكم يعني نعمه بجد. انت بتغسلي، بص انا غسلته كانه هو البوتاجاز يعني، فاهمني؟ بغسله. وعلى فكره ده الوش الاولاني يعني، انا كنت جايباه وبتهيالي عملته في فيديو او حطيته قدامكم في فيديو، ولما بقى يتبهدل قوي واتهربد وبدا يتحرق جامد، بقلبه على الوش التاني بيبقى نوفي. يعني بصوا بيقعد معايا مثلا الورق ده ممكن يقعد معايا حوالي شهر، حطاه على البوتاجاز ما بيجرالوش حاجه، وهو بحوالي ب 12 جنيه. يعني عايزه اقولك انت بترحمي البوتاجاز بال 12 جنيه دول، وبترحمي كمان المساحيق والحاجات اللي انت بترشيها على البوتاجاز عشان ينضف. بص البوتاجاز من تحت بجد فل يعني، شايفين كان من فوق عامل ازاي ومن تحت عامل ازاي؟ طبعا بفوطه بقى بشويه ميه بلمعه كده بيبقى بيبرق. وكمان لو عندك جلانس مثلا بخ عليه تحفه. والعيون طبعا ما غسلتهاش، لاني لو كنت غسلتها ما كانتش ولعت. ما قلت لما اخلص الاكل خالص ابقى اغسلها، واغسل الحوامل عشان ما تنيش بقى ايه، انشف بالسشوار او بلور او حاجه. لما اخلص مليت بقى ايه الحله بتاعتي اللي هي ما بستعملهاش دي، سيراميك وباظت يعني، بس بستعملها بقى في حاجات زي كده. وهبدا بقى احط في الحله شويه كمون صغيرين. طب الكمون ليه؟ الكمون علشان ما يخلوش ريحه الكرنب بيبقى ليه ريحه نفاذه كده مش لطيفه. ما الكمون بيمنع الريحه دي، بيخلي ريحته حلوه، فاهميني؟ لكن ما تحطيش ملح ولا اي حاجه، هو شويه كمون بس. بقطع بقى الورق اللي هو خارجي ده بالراحه، طبعا بقول لكم عشان دبلانه سنه ما ريحت معايا قوي، ما عشان كده بقول لك لما تجيبي الكرنب سيبيه يوم في المطبخ كده او في حته بعيده عنك، يوم واحد وتاني يوم هتعمليه مش هيجراله اي حاجه. تمام. بتقومي بقى ايه من تا جوه كده، وتقومي حفراها بالسكينه، ما تخافيش اتعاملي فيها عادي ما تقلقيش منها. بتقومي حفراها كده ومطلعه العمود ده. تمام. وبصوا بيبقى شكلها كده. بصوا، هي بقى لقيت الورق عمال يخلع في ايدي، ما قلت ايه مصلحة عشان الحلة مش كبيرة قوي. طبعا لو عندك حلة كبيرة قوي دي بقى ممكن تحطي فيها الكرنباية كلها زي ما هي، هتسهل عليكي جدا. وادي الكرنبايه التانية. وطبعا انا الورق الاخضر ده مش برميه، بخليه بحطه في ارضيه الحله عشان ما تشطش مني، او حتى لو شطت سنه الورق هو اللي ياخد الحرق مش الكرنب. تمام. واهو بدات اللي انا اسلك الورق شويه بشويه كده، طريقه سهله جدا. وعايزه اقول لكم عملت الكرنبتين وخلصت المطبخ في اقل من ساعتين، يعني ساعتين خلصت كل حاجه وخرجت من المطبخ فل. ما عايزه اقول لكم اللي هو الطريقه دي حلوه جدا وبتسهل عليك بطريقه فظيعه فظيعه بجد. هتدعي لي بعدها انك انت تخزني الكرنب بالطريقه دي، وانك انت تعملي كمان الخلطه وتحطيها في الفريزر، هتسهل معاكي قوي قوي. هتلاقي المحشي بالنسبه لك يعني متعه، مش هتلاقيه صعب خالص. تمام. هبدا بقى اسقط الورق ده شويه بشويه. وعايزه اقول لكم على حاجه، لو انت هتخزنيه اوعي تسلقيه جامد، يعني مجرد ما هتسقطيه في الميه، واول هو ما يسقط في الميه هتحس ان هو بقى لاين سنه معاكي، يعني بياخد ويدي كده معاكي مش ناشف، ممكن يتكسر زي ما يكون ناشف. تمام. اول ما تحسي كده تقومي مطلعاه على طول، مش هتسيبيه بقى وتسيبيه يغلي مع الميه، لا اوعي تعملي كده. ليه بقى؟ لان اصلا الفريزر لما بيجمع عليه تلج، التلج ده بيسوي الحاجة. يعني حتى انت هاتي مثلا فرخة فريش وتطبخيها، وهاتي فرخة مثلا محطوطة في الفريزر بقالها اسبوع، هتلاقي الفرخة الفريش دي ممكن تاخد ساعة على النار، لكن اللي في الفريزر ممكن نص ساعة وتلاقيها دابت. هتقولي ايه ده ازاي يعني؟ حتى في ناس انا اعرفهم اللي هي مثلا تبقى اسنانهم فيهم مشكله، او ناس الكبيره تقولك لا انا ما اجيبش الفراخ ابدا واعملها فريش، لا ده انا لازم احطها في الفريزر يومين ثلاثه. تمام. ليه بقى؟ لحم الفراخ بيبقى ناشف، لكن الفريزر والتلج بيدوب الحاجه. ما انا عشان هخزنه، ما انا بعمل ايه، بخليه يا دوبك يبقى طري كده معايا واحطه في الفريزر. طبعا وبطلع من القديم وبعد كده من الجديد، يعني لما اجي استعمل بستعمل من القديم اللي انا مخزناه وبركن الجديد شويه. ما لما اجي استعمل بلاقيه طري جدا وحلو قوي وبيستوي بسرعه وتمام. لكن هتيجي بقى تهربدي فيه وتنك تحطي وتعملي فيه كذا مرة، لا مش هينفع، فاهماني؟ ببصوا بقى شوية يجيلي تليفون وانا نسيت اقفل الموبايل، مش عارفة في ايه، اصبروا بس عليا اكمل الفيديو يا جماعة.
المهم تمام. بصوا بقى بتخرج معاكي الورقه ازاي. يعني الورقه بتخرج مجرد ما بتمسكيها كده بطرفها خلاص بقت بتخرج معاكي. وعايزه اقول لك سهله، والورقه ولا اتقطعت ولا اتهربدت ولا اي حاجه، وتقطيعه سهل جدا جدا جدا. بس تابع معايا الفيديو للاخر. تمام، خلصت اهو الكرومبايه وبقت حلوه اهي. بصوا زي ما هي كلها حطيتها، وطبعا بقلبها الناحيه التانية. ببدا بقى اشيل الورق كده. طبعا الكرنب عشان محطوط في الميه، والكرنب ساقع، الميه نفسها بتبرد. ما تفكروش ان الميه دي مغليه يعني وانا بحط ايدي كده، فاهمني؟ بص الورق طالع سليم، ورقه بورقتها كانها ورقه كراسه. ادي كل الكرنبتين طلعتهم اهو. هجيب بقى البرانشة دي وابدا اقطع عليها. بصوا بقى بنعمل ايه. بناخد الورقه كده ونقوم عاملينها على بعض، وناخد العرق ده وده نرميه. طبعا في ناس بتخلله، بياخدوه يحطوه في شويه ملح وشويه خل وعصره ليمون والباقي ميه، ونقوم حاطينه فين في برطمان كده وبياكلوه مخلل. في ناس بتحب الكرنب مخلل، لكن انا بصراحه لا بحبه مخلل ولا بحبه محشي. بس انا عندي في البيت هنا بيحبوه جدا، يعني ولادي وكده بيحبوه قوي. وبصراحة في ناس كمان لما بتيجي عندي بيطلبوا الكرنب بالاسم، ما انا عشان كده بخزنه. لكن انا نفسي مش بحب محشي الكرنب، بحب محشي البتنجان الفلفل الحاجات دي، ولا الكوسة ولا الورق العنب. مش انا عكس الناس يعني، ما تاخدوش عليا قوي. المهم بصوا بقى طريقه سهله ازاي. وتبداي بقى تقطعي كده. عايزه تشيليه ملفوف كده رول زي ما انتوا شايفينه كده، شيليه. بس انا بصراحه بقطعه كمان، يعني بقول اللي وقفني واعمل ده كله لا اخلص كمان بالمره واشيله كده ايه صفوف مع بعض. بطلعه يا دوبك يفك بشويه ميه عاديه جدا من الحنفيه، واقوم حاشيه على طول. الورق مقطع، الورق مرصوص تمام التمام. بس يعني ما بياخدش معايا وقت خالص. بصوا عايزه اقول لكم سهل جدا جدا جدا. بتحطيهم على بعض كده، وبتجيبي العرق اللي في النص وتقومي مقطعاه. ما بياخدش حاجه، يعني عايزه اقول لكم ما خدش في ايدي اي حاجه خالص. طبعا بقى بتقسمي ورق ما الدنيا بسيطه، يعني عايزه اقول لكم بسيطه. وانت اعمليه بالطريقه اللي انا قلتها لك عليها دي. عايزه اقول لكم طريقه سهله، ولو عندك حله كبيره هتحطي الكرنبايه كلها وهتبقى معاكي فله. بص الورق الاخضر ده طبعا مش برميه، برضو بقطعه بنفس الطريقه، بس بقطعه كبير شويه او بسيبه زي ما هو رول كده. واحط بقى ايه مع كل كيس ورقتين تلاتة، يبقى دول معروفين اللي هم في ارضيه الحله. عملوا معايا 4 اكياس كبار قوي. وانا كان عندي في الفريزر بس اكياس صغيره. ما قلت دول خليهم بقى لو انا مثلا هعمل حله كبيره شويه. بينفعوا يعني ورقتين خضر مع صفين ايه او صفين ونص كرومب. بصوا الورق مرصوص بجد تحفه، يعني مش قادره اقول لكم جميل ازاي، وطالع معايا بطريقه سهله وما فيهوش اي حاجه. طبعا لو انت بقى مبتدئه او ما بتحبيش تعملي الكرنب، على فكره انا ما كنتش بحب اعمله وما كنتش بعرف اعمله. وحماتي ربنا يخليها ليا يا رب ويديها الصحه، هي اللي كانت بتجيبهولي معمول ومرصوص كده. وكنت اقول لها انا مش بعرف اعمله، كانت تقولي عشان انت ما بتحبهوش. بس بجد لما اتعلمت الطريقه دي بقت سهله بالنسبه لي جدا جدا، يعني بقت سهله قوي قوي بالنسبه لي. ادي 4 اكياس اهو. وده كان في الفريزر اهو، بصوا مجمد اهو. وادي واحد تاني كان في الفريزر، وطبعا كان في تاني في الفريزر بس انا معرفتش اطلعه من الحاجه. واديني خلصت. طبعا المطبخ لا يرثى لها. بصي خلصته مسحته، وطبعا الازاز بتاع البوتاجاز نضفته بقى فله شمعه منوره. ولو عجبك الفيديو متنسيش تعملي اشتراك ولايك وكومنت الحلو. الحياه اسهل مع رندا وبس. وانتظروني في فيديو جديد. باي باي.